بعد التعادل مع انتر ميامي اللي الاهلي تفوق في الشوط الاول وكان واضح تفوقه لانه بيلعب فرقه عواجيز بصراحه، ولكن الغريبه هنا ان الاهلي كله لعيبته كلها وقعت بدني في الشوط الثاني، ما اعرفش ازاي. فانتر ميامي رجع يا راجل. انا لويس سواريز اللي كان مرعب موجود في ارض الملعب ولا كانه موجود خالص والله، يعني مش موجود اساسا. هو كمهاجم موجود على على الخريطه معانا ان هو موجود وعلى الخطه وكل حاجه، لا هو في الحقيقه ما كانش موجود. فبعد تعب لعيبه الاهلي ظهر سواريز. تعالوا بقى ايه المشاكل اللي حصلت وليه النادي الاهلي عاقب لعيبه عنده بالطريقه دي. تعالوا نشوف. ريبيرو المدرب الجديد للنادي الاهلي بيعاقب تريزيجيه بخصم نص مليون جنيه لمخالفته الترتيب اللي كان معروف: وسام ابو علي اولا، بعد وسام ابو علي زيزو، بعد كده تريزيجيه.